حرب. اوامر. عايزك تجيب لي اللي بينقل خط سر العتاولة العدولة. الله، انت مش لسه قايل لي يا كبير ان حنا هي اللي سرسبت لها الخبر واتطلقت من نصار بسبب اللي عملته ده؟ وانت اشتريت الحوار ده؟ انا بقى لا اشتريته ولا بلعته ولا شربته حتى. بالعقل كده، وأمارة غيورة على جوزها هتروح تنقل سره لعدولة عشان تكرتنا الكارتة السودا دي؟ كان اللي بيتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل. في حد تاني، وانت اللي هتجيبهولي متكتف تحت رجليا. طب ما تاخذنيش يعني يا كبير، باللي انت حكيتهولي ده انا حاسس ان انت ركبت الموجه وزودت سخونيه نصار. ده تكه وكان هيفرتك البت بالنار، مش هيطلعها بس. ده اسمه مزاج كيفي كده. كيف المعلم على راسنا من فوق، بس نفهم. عمرك ما هتفهم. تفهم ايه؟ تفهم ان نصار روح بيته ويلاقي فرشته دافيه ونايمه فيها حبيبته اللي بتعشق التراب اللي بيمشي عليه؟ ما يولعوا هما الاتنين بجاز ويخسر زي ما خسرني. اللي خسرني ياما، خسرني اختي وعيشه واي واحده جت عليها عينيا كان يسبق ويخطفها. والله يا كبير ومالك عليا حلفان، انا ما فاهم اي حاجه، انا مخي لا هو قاري ولا مترجم. دي مصلحه كبيره قوي، خليك كده. انت عارف شرط الوحيد في اللي بيشتغلوا معايا ايه؟ ما يفهموش وما يفكروش. لو انت فكرت يبقى انا مش موجود، اكون او لا اكون. شكسبير، يو اندرستاند؟ ها؟ مصلحه برضه. شكلك لك اكل عيش معايا 24 ساعه وتجيب لي اللي بينقل الاخبار العتاوله العدوله. فهمت يابا؟ تخيل بقى لما العتاولة والوزان يعرفوا ان انت اللي بتوصل لي اخبارهم، هيعملوا فيك ايه؟ تخيل انت، انا هسيبك لخيالك.